السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي ومتابعي قناة سكواد جرينتا. إن شاء الله غدا هيلعب نادي الزمالك مباراة مصيرية مع نادي شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. المباراة غدا بأمر الله على استاد القاهرة في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. إن شاء الله الماتش بتاع بكرة لازم ننبه ونقول إنه ماتش مش سهل. الماتش صعب جدا، يكاد يرتقي انه يكون اصعب من ماتش الذهاب في الجزائر. ليه؟ لحاجات بسيطة. مبدئيا كده انت كسبت هناك 1-0، كسبت الفريق ده على ارضه وسط جمهوره وشفت الاجواء كانت عاملة ازاي. المرة دي الفريق ده جاي تقدر تقول كده بالبلدي وبالمصري زي ما احنا بنقول، جاي مقطع بطاقته، يعني جاي مش فارق معاه اي حاجة. الفريق خسران على ارضه، كده كده هو جاي نتيجة التعادل تخرجه بره خالص. فهو الفريق جاي عشان يكسب وبس. فطبعا الفريق ده عشان يكسب هيضطر انه يلعب بشكل معين وبطريقه معينه، وهيكون في شراسه خطيره جدا جدا من شباب بلوزداد، وهيكون في عنف وهيكون في رغبه في الانتصار. وهتشوف ماتش اصعب من اللي انت شفته هناك. يعني لو انت شفت شباب بلوزداد فريق منظم وفريق قوي من ماتش الجزائر، لا بكره انت هتشوف فريق تاني. بكره انت هتشوف فريق اقوى واصعب وفريق اشرس وفريق اعنف وفريق يعني بص زي ما تقول فريق هيبقى بكره عنيف جدا واجريسيف جدا مع الزمالك. فهو عشان يلعب بالاسلوب ده وعشان يطبق ده في الملعب هيضطر انه يلعب بتشكيل معين وطريقه لعب معينه وتكتيك معين. يعني في عجاله كده انا مش هطول عليك، لكن انا هقول لك على بعض النقاط اللي متوقع نشوفها بكره في الماتش. فريق شباب بلوزداد من المتوقع انه يبدا الماتش بطريقه 4-3-3، اللي هي برضو 4-1-2-3، اللي هي برضو 4-1-2 4-1-2-2-1 4-1-2-2-1. كل دي تفرعات من طريقه 4-4-3-3. طيب عشان بس تشوف معايا شكل الفريق هيبقى عامل ازاي والتشكيل المتوقع بتاعه. هو تشكيل شباب بلوزداد هيلعب في حراسه المرمى بفريد شعال رقم 30، هيلعب باثنين سرد باكات، اثنين مساكين، بكور رقم 4 والعوافي رقم 21. هيلعب على الباك اليمين بن عياده، وفي الباك الشمال بن خاسف. وهيلعب في نص الملعب ببوخنشوش رقم 18، وبن غيت رقم 8، واسيس رقم 27. وهيلعب بالثلاثي الهجومي على الوينج الشمال مزيان رقم 11، وفي الوينج اليمين بالخير رقم 22، وقدام محمد علي بن حموده رقم 20 اللي هو المهاجم الصريح بتاعه. ده التشكيل المتوقع بنسبه كبيره لنادي شباب بلوزداد اللي هيلعب بيه بكره. طيب نادي الزمالك التشكيل بتاعه المتوقع واللي انا شايفه انسب يبدا بيه كابتن معتمد جمال علشان يقدر يواجه الشراسه اللي هنشوفها من نادي شباب بلوزداد. التشكيل المتوقع لنادي الزمالك من وجهه نظري انا اللي ان شاء الله يقدر ان هو يجابه الحده والشراسه اللي هيبقى عليها شباب بلوزداد. طبعا في مراكز ثابته ما فيش عليها جدال، لكن في بعض المراكز هنضطر ان احنا نلعب بيها، نلعب بلعيبه معينه عشان خاطر نقدر ان احنا نواجه ونقفل ونامن مراكز الخطوره بتاعه شباب بلوزداد. هنرجع تاني طبعا ونتكلم عن شباب بلوزداد وبيلعب ازاي ومراكز الخطوره بتاعته فين، والتشكيله اللي انا هحطها دي هنقول هتقدر ازاي انها تواجه شباب بلوزداد. طيب في حراسه المرمى مهدي سليمان رقم 37، اثنين سرد باكات مساكين، محمد اسماعيل 24 وحسام عبد المجيد 5. في الجنب اليمين هنا بقى التغيير. انا ما افضلش كابتن معتمد يبدا بعمر جابر على الاطلاق، لان عمر جابر اولا سنه كبر، حته الارتداد الدفاعي بتاعته بطيئه وبقى لعيب بطيء جدا. ومعظم الفرق اللي بتلعب قصاد الزمالك ما بيكون موجود عمر جابر بتستغل الجنب الشمال بتاعهم اللي هو الجنب اليمين بتاع عمر جابر اللي هو فيه عمر جابر. دايما بيبقوا مركزين على الجنب اليمين ده لان هم بيبقوا شايفين ان في نقطه ضعف محققه وباينه جدا واضحه في نادي الزمالك في حته الجنب اليمين ده بالذات. يعني فاحنا يعني ايه هنقول ان احنا ان شاء الله بامر الله تعالى ينزل بمحمد ابراهيم، يلعب بمحمد ابراهيم رقم 52 كباك يمين افضل من عمر جابر. ولد شاب صغير، ولد البدني بتاعه عالي، لازم تديله في الماتشات اللي زي كده عشان ده انت بتعده يبقى الباك اليمين بتاعك قدام. فلازم في الماتشات اللي زي كده يبدا ياخد، لان اللعيب فعلا لعيب كويس جدا. محمد ابراهيم لعيب كويس جدا ومبشر، وانا اشوف ان هو هيقدر ان هو يسد الثغره اللي كانت موجوده في وجود عمر جابر. على الجنب الشمال طبعا محمود بن تايب ده اساسي، مفيش اي مشكله فيه. تعالى بقى نص الملعب. نص الملعب انا ما افضلش ابدا بعبد الله السعيد، لان طبعا زي ما شفنا الماتش اللي فات ودي حاجه يعني ما تقللش من قيمه عبد الله السعيد كنجم كبير وكراجل اسطوره من اساطير الكره المصريه، وراجل يعني
يعني شكل خاص وطريقه خاصه في اللعب. يعني هو كابتن عبد الله السعيد رسم لنفسه شكل وستايل خاص كده في اللعب، ما حدش بيقدر يقرب له. لكن عامل السن اكيد مؤثر، اكيد مؤثر، ودي حاجه ما نقدرش نهرب منها. دي حاجه يعني سنه الحياه، ان الانسان بيوصل سن معين ما بيقدرش ان هو يدي بنفس المردود بتاعه اللي كان بيديه وهو في سن صغير. فانا ما افضلش بكره نبدا بعبد الله السعيد، لان زي ما قلنا فريق شباب بلوزداد هيبقى نازل ضاغط ونازل اجريسيف ونازل مقطع بطاقته وعايز يكسب وعايز يروح على الجون. فوجود عبد الله السعيد في الملعب مش هيساعدك قوي، لان عبد الله السعيد معظم لعبه بيبقى على الواقف، لان هو اللياقه البدنيه بتاعته مش احسن حاجه زي ما احنا قلنا نتيجه لعامل السن. وبالتالي انا عايز لعيب يبقى رئه متنفس ليا، مش ابقى بلعب يعني في نص الملعب عندي لعيب كبير في السن بيلعب على الواقف ما بيقدرش ان هو يساند الدفاع ولا يساند الهجوم، لان بيبقى عنده مشكله لما بيلعب ال 90 دقيقه او بيبدا الماتش بيجي له وقت معين المستوى البدني بتاعه والفتنس بتاعه بيقل جدا، وده بنلاحظه في وجود عبد الله السعيد. وبالتالي بنفقد نص الملعب، ونص الملعب بكره هو كلمه السر. لو قدرنا ان احنا نسيطر على نص الملعب احنا ان شاء الله امر تعالى نقدر نحجم فريق شباب بلوزداد. معلش طولت عليك، نرجع تاني برضو للتشكيل. في نص الملعب هلعب بمحمد شحاته في مركز 6، وهلعب جنبه بربيع، وهلعب بفتوح. يعني محمد شحاته في القلب، على يمينه ربيع وعلى شماله فتوح. وهقول لك دلوقتي ايه فايده الاثنين لعيبه دول في الحتت دي بالظبط. الخط الهجومي بتاعنا هنلعب في الوينج رايت بعداد دباغ، طبعا عشان عدم وجود بزيرة، لان بزيرة بنسبه كبيره مش هيشارك بكره في اللقاء، وحتى لو شارك هيبقى قاعد على الدكه، اللي هو ممكن تنزله مثلا في فتره بسيطه جدا جدا جدا. لكن ما اعتقدش ان كابتن معتمد هيغامر بكره بلعيب زي بزيرة. زي ما قلنا يعتبر هو المحرك الرئيسي للفرقه، وهو اللعيب اللي بيقدر يعمل لك الشغل الهجومي كله، وانت طبعا بتفتقده بكره. وبالتالي في ناحيه اليمين هيلعب بنسبه كبيره بعداد الدباغ. ناحيه الشمال انا هقول لك على حاجه، وانت بقى يعني ده رايي انا الشخصي. فانا شايف الماتش بالشكل ده، يعني انا شايف الماتش بتاع بكره محتاج واحد زي شيكو بانزا. ليه شيكو بانزا؟ هقول لك برضو لما نرجع ونشوف طريقه لعب بلوزداد وبيتحرك ازاي، وهقول لك ايه فايده وجود شيكو بانزا. طبعا في مركز الهجوم قدام بتسعه ناصر منسي، ده اساسي وطبعا ايه مفيش كلام عليه. طيب دلوقتي هنروح مع بعض على شكل التكتيك بتاع فريق شباب بلوزداد بيلعب ازاي، وازاي الزمالك يقدر يواجه بلوزداد الاجريسيف والعنيف والقوي جدا، واللي هينزل بكره عايز يكسب باي شكل من الاشكال. ده شكل الفرقتين. زي ما قلنا شباب بلوزداد بيلعب بالاربعه 3 3. في الحاله الهجوميه بتتحول لاربعه 1 2 2 1، بيبقوا بالشكل ده كده، والباكات بتطلع تقدم لقدام. ده بيبقى شكل شباب بلوزداد، بيبقوا شكلهم شبه الحربه. لو انت لاحظت معايا الشكل بتاعهم بيبقى شبه الحربه، مدعومين من ورا بالاثنين التقال دول. الاثنين التقال دول اللي هو بن غيت و قسيس، وفي ظهرهم بوخنشوش، بيبقى شكلهم شبه الحربه كده. تمام. دي الاربعه 3 3 اللي بيلعب بيها شباب بلوزداد. طيب شباب بلوزداد لما بيجي بيتقدم ازاي؟ عشان برضه نبقى ايه عارفين بيبني هجمته ازاي وبيطلع ازاي بالكره. شباب بلوزداد لما بيجي يطلع بالكره، اول حاجه بيبدا هنا من عند السرد باكات بتوعه، سواء العوافي، سواء اللعيب رقم 4 المساك بتاعهم، افتكر لك اسمه دلوقتي. عنده بيبدا بالكوره، بيبدا الكوره تمام، بيبدا الكوره بيلعب على نص الملعب. مجرد ما بتيجي الكوره للعيب ده اللي هو سليم بوخنشوش، بتبص تلاقي لعيبه الاجناب فتحت، ولعيبه الوينجات قطمت على جوه كده بالشكل ده، واللعيب ده بيبقى هنا في الحته دي كده بالظبط. تمام. بيبدا بوخنشوش ياخد الكوره يبدا يوزع على الاجناب. طبعا نسينا الاثنين لعيبه دول اللي هم بتوع نص الملعب بن غيت وقسيس، بيبقوا بالشكل ده اللي هو زي ما قلت لك شكل الايه، شكل الحربه. شكل الحربه اللعيبه دي بتطلع كده قدام تمام، والاثنين دول بينزلوا نص الملعب كده اهو في الحته دي ما بين الخطوط عشان يستلموا الكوره. تمام. وبص تلاقي اللعيبه الاثنين اللي هم الوينجات نزلوا في نص الملعب عشان يفتحوا مساحه لده، عشان يفتحوا مساحه اللي جاي من هنا واللي جاي من هنا، يبقى زي ما انت شايف شكلهم شبه الحربه. انا وجود لعيب عندي زي شيكو بانزا وزي بنتايج وزي فتوح في الحته دي، يقدروا ان هم يكونوا ثلاثي مع بعض، يقفلوا على لعيب زي الباك اليمين بتاعهم اللي هو بن عياده، والوينج اليمين اللي هو بالخير تمام. ومعاهم خد بالك هتلاقي التالت ده معاهم في الحته دي كده اللي هو بن غيت. فانا لما يكون عندي لعيب زي شيكو بانزا ولعيب زي فتوح ولعيب زي بنتايج
ولعيب زي حسام عبد المجيد في الحته دي. طبعا لما الكوره بتوصل للمنطقه دي كده اهو، اللعيبه دي كلها بترحل، يعني اللعيبه دي كلها بتلاقيها مرحله في الحته دي كده اهو، بتلاقي اللعيب بالشكل ده كده، بتلاقي اللعيبه بالشكل ده، وبالتالي طبعا بتلاقي هنا زياده عدديه لنادي الزمالك. تمام، لان انا لما هتبقى الكوره معاهم انا مش هلعب اربعه في الدفاع، انا شكلي بالظبط في الدفاع بتاعي هيبقى بالشكل ده كده، هيبقى بالشكل ده كده. بص كده معايا، هتبص تلاقي هنا، هتبص تلاقي هنا بنتايج، وهنا فتوح، او العكس، او العكس، هنا بنتايج وهنا فتوح. تمام، وحسام عبد المجيد بيجي هنا، وشيكو بنزا كمان بينزل يسند. طب شفت بقى هنا الحته دي رقم 8 ده فاضي، حد لي بقى اللعيب اللي هو محمد شحاته. محمد شحاته في الحته دي كده اهو. تمام، يبقى انا عندي هنا 1 2 3، ادي المثلث بتاعهم، انا عندي 1 2 3 4 5، واللعيب المهاجم بتاعهم بن حموده محمد اسماعيل معاه، واللعيب 11 اللي هو مزيان قافل عليه احمد ربيع، وقافل عليه مين؟ وقافل عليه محمد ابراهيم. كمان لو تلاحظ عندي ان عدي الدباغ برضه بينزل يرحل في الحته دي، برضه عدي الدباغ بينزل يرحل في الحته دي. تمام، فانت بتلعب لو 1 2 3 4 5، بتلعب 5 4 1 في الحاله الدفاعيه، 5 4 1. وجود لعيب زي شيكو بنزا هيفيدك جدا مع فتوح وبنتايج، وجود لعيب زي احمد ربيع هيفيدك جدا مع محمد ابراهيم ومع عدي الدباغ. تمام، والاثنين السرد باكات بتوعك حسام ومحمد اسماعيل في القلب طبعا مأمنين على المهاجم بتاعهم. دي الطريقه الوحيده اللي تقدر توقف بيها الهجوم بتاع فريق شباب بلوزداد، لان شباب بلوزداد زي ما انت عارف لعبه كله من على الاطراف. فسواء الكوره جت في الحته دي تمام، هيبقى منظر الزمالك بالشكل ده. ادي الخمسه بتوعك، طبعا احنا قلنا بنلعب بخمسه خلاص في الدفاع، هنبقى بالشكل ده خمسه. ادي الخمسه بتوعنا اهم، ادي الخمسه بتوعنا اهم بالشكل ده كده، طبعا عشان اظبط لك الشكل التكتيك عشان يبقى باين. ادي اللعيب الباك، وادي اللعيب الوينج، وادي اللعيب الثمانيه بتاعهم اللي هو بن غيط، وادي اللعيب الثمانيه بتاعهم الثاني اللي هو قسيس. تمام، وادي اللعيب الوينج الثاني بتاعهم اللي هو مزيان. تمام، وادي اللعيب الباك بتاعهم. طبعا في الحاله دي بيبقى اللعيب الباك بتاعهم ده بيبقى يعني لو الكوره في الناحيه دي، اللعيب الباك بتاعهم ده بيبقى متاخر شويه كده، ما بيبقوش الاثنين متقدمين يعني حسب اتجاه الكوره. فانت هتلعب بالشكل ده كده اهو. عندك هنا رباعي، رباعي استفيد من وجود شيكو بنزا عشان شيكو بنزا سريع جدا. فكره وجود شيكو بنزا، انا عايز استفيد من السرعه واللياقه البدنيه العاليه بتاعت شيكو بنزا، سواء في الارتداد الدفاعي وانه يقدر يخش بالكره جامد مع اللعيبه بتاعت شباب بلوزداد، وفي نفس الوقت في التحولات الهجوميه شيكو بنزا سريع جدا. يعني انت لو تلاحظ زي ما قلت لك، تعال نرجع تاني كده نبص شكل الفريق بتاع شباب بلوزداد. تمام، لو الكره قطعت منه هنا في الحته دي، بص انت عندك كام مفتاح لعب. واحد زي ده لو طلع وفتوح لعب الكره في انطلاقه، في انطلاقه واحد زي عدي الدباغ. تمام، وانطلاقه واحد زي بنتايج او فتوح نفسه، او فتوح نفسه في المسانده الدفاعيه. بص خطوره كبيره جدا، خطوره كبيره جدا، لان انت عندك لعيب زي شيكو بنزا ده سريع جدا، والكره معاه بياخد الكره ويجري، هيسبب لك مشاكل كبيره جدا مع شباب، مع فريق شباب بلوزداد. مش هيسبب لك انت، هيسبب لهم هم. وبالتالي فكره وجود شيكو بنزا ده مهم جدا. فكره وجود محمد اسماعيل زي ما قلت، اسف، محمد ابراهيم. محمد ابراهيم لا غنى عنه كلاعب باك شاب واعد وسريع، وولد اللياقه البدنيه بتاعته عاليه. نفس الوقت وجود احمد ربيع على حساب عبد الله السعيد عشان برضه نفس الكلام اللياقه البدنيه بتاعت عبد الله. وبالتالي انا شايف ان طبعا كل حاجه يعني بامر ربنا، احنا مش بنعرف الغيب، ولا احنا مجرد بنتنبأ بشكل اللعب بتاع الفرقه اللي قصادك، وبنتنبأ احنا ازاي نقابلها. فزي ما احنا قلنا فريق شباب بلوزداد فريق واضح جدا، مش يعني مش بيلعب حاجه غريبه، هو بيلعب لعبه بسيطه جدا، لعبه كله على الاطراف، ما بيخترقش من العمق، لعبه كله على الاطراف، بيعتمد على الاثنين الوينجات والاثنين الباكات بتوعه. تمام، وطبعا كلهم لعيبه صراع، وعندهم في نص الملعب ثلاثه لعيبه كوره جامدين جدا، اللي هو سليم بوخنشوش وبن غيط وقسيس. تمام، وبالتالي الفرقه دي عشان تلعبها لازم تبقى مأمن دفاعي كويس قوي، لان هم هينزلوا اجريسيف وضاغطين عليك وعايزين يكسبوا، فلازم انت تبقى مأمن دفاعي، عشان الفرقه دي لو حطت فيك جون في اول ربع ساعه في الماتش، الماتش اتقلب، الماتش اتقلب وتصعب، وبقت الامور صعبه جدا بالنسبه لنا، فلازم برضو تامن دفاعيا. انا زي ما قلت لك شكل الزمالك اللي انا شايفه يبدا بيه، الشكل اللي حضرتك شايفه ده هو انسب شكل للزمالك يبدا بيه. تمام، وجود ناصر منسي في مركز المهاجم، وجود عدي الدباغ على الوينج اليمين، وشيكو بنزا على الوينج الشمال، وجود محمد شحاته في وسط الملعب في مركز 6 جنبه احمد ربيع وفتوح، طبعا فتوح ناحيه بنتايج. تمام، وجود بنتايج في الدفاع هو ومحمد ابراهيم على في الباك الشمال، وفتوح ومحمد اسماعيل. دي الطريقه الوحيده اللي تقدر تلاعب بيها شباب بلوزداد في ظل عدم وجود بزيرة، وتقدر انك انت تسبب مشاكل دفاعيه لشباب بلوزداد، تقدر التسديدات السريعه لشيكو بنزا وعدي الدباغ. عدي الدباغ برضه سريع جدا خد بالك، ففكره وجود عدي وشيكو بنزا مع وجود ناصر المزعج قدام
هيخلي شباب بلوزداد برضه يلعب برضه بحرص، هو نازل يكسب ونازل يضغط ونازل يبقى اجريسيف وعنيف، لكن هيبقى فيه حته خوف شويه من الارتدادات والتحولات اللي بيلعب عليها نادي الزمالك. زي ما قلت لك، السر كله في 3 تغييرات. يبدا ببنتايج، لازم يبدا بنتايج باك شمال، لازم يلعب باك يمين بمحمد ابراهيم مكان عمر جابر، ادي كده تغييرتين، ولازم يلعب بشيكو بنزا قدام في حته الوينج الشمال دي. ده اللي انا شايفه. طب وفي حاجه رابعه قلنا عليها، اللي هو عدم الدفع بعبد الله السعيد، اخليه جنبي برضه على الدكه لو احتجت له انزله، لكن عدم وجود عبد الله السعيد ده برضه انا بشوفه افاده للزمالك، مش حاجه وحشه. لازم ما ابداش بعبد الله السعيد، عبد الله السعيد سيبه وانزله ربع ساعه، ثلث ساعه، نص ساعه، تمام، يأدي لي اللي انا عايزه، لكن ابدا بلعيبه مجهود، لعيبه تقدر تشيل الفرقه في الماتش الصعب ده. الماتش ده عايز لعيبه صغيره، ولعيبه عندها قوه، ولعيبه عندها بدني عالي، مش عايز لعيبه حريفه، هو عايز لعيبه سريعه، ولعيبه قويه، ولعيبه عندها روح، ولعيبه عندها جرينتا عاليه، ولعيبه اقوياء، ولعيبه الفتنس بتاعهم عالي. مش عايز لعيبه حريفه قوي، مش عايز لعيبه حريفه قوي، عايز لعيبه عاقله، عايز لعيبه قويه، عايز لعيبه تعرف ازاي تهبط رتم بروزداد اللي هينزل عامل رتم عالي عليه. فلازم انت تتحكم في الرتم وتتحكم في نص الملعب عشان تقدر ان انت تنهي اوجه الخطوره بتاعت شباب بلوزداد. وزي ما قلنا اللعيبه اللي قلنا عليهم دول مهمين جدا جدا جدا. من وجهه نظري لو كابتن معتمد بدا بالتشكيل اللي احنا قلنا عليه ده، ان شاء الله بامر الله تعالى الماتش في صالحنا بامر الله تعالى، نقدر نعدي بكل سهوله. لكن لو لا قدر الله حصل تغييرات غير اللي انا قلت عليها، نتيجه اللي انا شفته من شباب بلوزداد، هيبقى في صعوبه شويه على نادي الزمالك. وان شاء الله بامر الله يعني في كلتا الاحوال ان شاء الله الزمالك بامر الله يكسب ويفرحنا كلنا، ونرجع بامر الله بكره بامر الله نحقق نتيجه ايجابيه ونسعد جمهورنا. وبرضه احنا في ظهرك يا زمالك في اي وضع وعلى اي شكل من الاشكال، احنا في ظهرك وبندعمك، وان شاء الله بامر الله تعالى تحقق لنا النصر بكره. ان شاء الله بامر الله نشوفكم بكره بعد الماتش ونبقى منصورين بامر الله تعالى. وفي نهاية الحلقة هقول لك لو عجبك المحتوى بتاعي وعجبك التحليل بتاعي، استاذنك في لايك وشير، ولو تكرمت تعمل لي سبسكرايب عشان تبقى مشترك عندي على القناة ويوصلك كل جديد. وشكرا جزيلا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.